في نقطة مهمة جدا حابة أتكلم فيها. دايما إحنا بنتكلم زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بر الآباء والأمهات، إن إحنا فرض علينا إن إحنا نبرهم، وفرض علينا إن إحنا نطيعهم في يعني في الصواب مش في المعصية. حتى لو لا قدر الله الأب والأم بيعملوا معصية، ما ينفعش ان انت برضو تنقطع عنهم. لا، خليك جنبهم، انصحهم، ادعي لهم بالهداية، آه، اطلب منهم الإقلاع عن المعصية، لكن ما ينفعش ان انت تهجرهم مهما كان، لأنهم أبوك وأمك. زي ما احنا عارفين وواثقين اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه ان احنا نبر أبائنا وأمهاتنا، مش عايزين برضو ننسى حتة ان ربنا أمر الآباء والأمهات كمان ان احنا نبر أبنائنا. احنا ليه دايما باصين ان لا، ده ربنا قالك أبوك وأمك، ده أنا أعمل فيك معرفش ايه وأبوك وأمك. طيب ماشي، ليه باخد الجانب اللي ليا بس ما اخدش اللي عليا؟ ان انا عليا ان انا بر اولادي، بان انا اربيهم تربية كويسة، بان انا اعلمهم الصح والغلط، بان انا افهمهم الحرام والحلال، بان انا ابقى حنين عليهم، ابقى لين معاهم، نتقي الله فيهم، نتقي الله في تربيتهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نأدبهم، بس نأدبهم بالأدب زي ما بيقولوا كده، مش نأدبهم بالإهانة، مش نأدبهم بوجع القلب. يبقى في حزم من غير عنف، يبقى في حزم من غير إهانة، يبقى في عقاب من غير ضرب ومد إيد عشان ما نكسرهمش. عايزين نبص، يبقى في توازن شوية. زي ما نبص باللي لينا لازم نبص باللي علينا. احنا مسؤولين عنهم، عايزين نبقى لينين معاهم، نعاملهم بما يرضي الله، لان زي ما هم هيتحاسبوا بينا احنا كمان هنتحاسب بيهم. صباحكم زي الفل.